كلكم. وهذا الماسك اللي غنشارك معكم اليوم كوم ثاني تبييض من اول استعمال. الا عندك الحروق ديال الشمس، التصبغات، الهالات السوداء، التجاعيد، ماسك كامل متكامل. وفين ما كان عندك شي سواد في الجسم ديالك كتطبقي ليه حبيبتي هذا الماسك وكتشوفي النتيجه من اول استعمال. وانا نشارك معكم مكعبات ديال الثلج اللي كتحيد تهيجات البشره. مشيتي لابيسين، مشيتي للسوق، جيتي وجهك محروق، بغيتي شي حاجه تبرد عليك البشره وفي نفس الوقت تعطيك التبييض، هاد المكعبات خطيرين البنات. غاديه تستغني عليه في لي فون دو تان في هاد الصيف. ماسك روعه، مكونات طبيعيه ورائعه ومن اول استعمال. وكنتحدى اي وحده تجرب معايا الماسك ديال اليوم وما يكونوش عندها الحروقات ديال الشمس، البشره ديالتها فيها التصبغات وما تشوفش النتيجه من اول استعمال. خليكي معايا، تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ما نجي اختي حتى نجيب لك كل مفيد باذن الله. كيف كتعرفوا حنا دابا فصل الصيف والبشره ديالتنا كتحرق، كتخرجي تعطي شي غرض، كتمشي للبحر، كتمشي لابيسين، كتجي محروقه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الماسك اللي زوينه البنات، تبييض من اول استعمال. غتحطيه على اي مكان عندك فيه سواد، من عنقك، ايديك، رجليك، وجهك، تحت الابط، المناطق الحساسه، اي مكان عندك فيه سواد غتحطي عليه هذا الماسك ديال اليوم وغتشوفي التبييض من اول استعمال. وكيف كنقول لكم، راه ملي كنقول لكم الوصفات من اول استعمال راه هي من اول استعمال، وملي كنقول لكم مع المداومه راه مع المداومه. وهذا الماسك اللي غنعطيك اليوم حتى لا كان فك الكلف راه مع المداومه راه غيبدا ينقص بشويه بشويه. وغنشارك معكم مكعبات ديال الثلج اللي ما كنقدرش نستغنى عليهم نهائيا في فصل الصيف. شاركت معكم عده مكعبات، وانما هادو البنات راهم غزالين، كيبيضوا كيحيدوا داك التهيج اللي كيكون ديال الشمس، الاحمرار. الا كنتي في البحر وكنتي في لابيسين ودخلتي زربانه وكيكونوا في المجمد كتجبديهم كدوزي على وجهك، خطيره البنات، كيسد لك المسام، كيحيد لك داك الاحمرار. غزالين بجوج المكونات فقط والنتيجه واعره. وبلا ما نطول عليكم خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. ولا وصلتي حتى لهنا ما تنسيش تخلي لختك واحد لايك، واحد الدعوه ديال الخير الا جربتي الماسك وعجبك، وانا متاكده انه غيعجبك. ومرحبا بك والف مرحبا. اول مكون غنحتاجو في الوصفه ديال اليوم واحد الحبه ديال البطاطا اللي كتكون متوسطه الحجم، ماشي كبيره وماشي صغيره بزاف. كتاخديها كتغسليها من برا وكتخليها بالقشره ديالتها وكتحكيها، سواء البطاطا البيضاء او الحمراء. وكيف كتعرفوا البطاطا راه معشوقه الجماهير ومتواجده في كل بيت، ومعشوقه الجماهير حتى في الوصفات الطبيعيه البنات. الوصفات اللي كندير فيهم البطاطا انا شخصيا من زمان كيعطيوني نتيجه روعه، ولكن اليوم المكونات اللي غادي نزيد لكم مع البطاطا مكونات سهله ورخيصه ومتواجده وافيكاس وفعاله وكتعطي نتيجه رهيبه، نتيجه عجيبه وعلى حسابي وعلى ضمانتي. حنا دابا في فصل الصيف محتاجين البشره ديالتنا تبقى قويه وتقاوم لينا هاد الشمس وما تشوطش لينا وتبقى بيضه، وحتى البشره السمراء زوينه غير هي تكون صافيه وما يكونوش فيها التجاعيد. وهذا الماسك راه كيبيض البنات. المهم الغزالات ديالي من بعد ما كتحكيها كتاخديها كتصفيها، حيت حنا غناخدو غير الماء ديال البطاطا. بالنسبه اللي وصلت معايا البنات اللي وصلوا معايا هنا، بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو، لانه لاي وحده عطيتيها ليها، اختك، صاحبتك، عزيزه عليك، فعلا اعطيها هذه الوصفه. حتى الامهات حتى هما كيحيدوا لهم حتى التجاعيد. وصفه زوينه وحتى الهالات السوداء. انا كنبسط لكم بنات الوصفات وفي نفس الوقت كتكون فعاله، وباش يكون كل شيء في متناول الجميع، وكل شيء ديال الوصفه وكل شيء رجع خلي لي دعوه الخير. وبالنسبه لهاد البقايا ديال البطاطا راه ما غنرميهمش البنات. الا ما كنتيش دايره مؤشر زيدي عليهم غير 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات اولا القهوه، وزيدي عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الزيتون واستعمليه كمؤشر. وبالنسبه لهاد الماء ديال البطاطا ها نتوما شوفوا الكميه، غنضيف عليها معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان اللي كتحيد البنات الهالات السوداء وكتحيد حتى التصبغات. غتضيفي غير معلقه واحده كبيره. ديما كنشارك معكم البنات وصفات، وديما الحمد لله اللهم لك الحمد كترجعوا وكتخليو التعليقات ديالكم. وهذا الماسك هذا راه كيبيض لكم البشره، كيحيد لكم حروق ديال الشمس. الا فيك التصبغات اولا الكلف راه مره على مره كيبدا ينقص تدريجيا، غتشوفي البشره ديالتك بدات كتبدل. اي سواد في اي منطقه عندك في الجسم ديالك كتضيفي لي هذه الوصفه هذه وغترجعي تشكريني وتقولي شكرا لك ناديه. الحمد لله بحال الوصفات اللي كنعطيكم ديما. ودابا ان شاء الله غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، الدقيق الخاص بالحلويات، الفارينه، الدقيق الابيض. غتضيفي غير معلقه كبيره. شوفوا البنات كبيره عامره،
وغتخلطي المكونات مزيان. ماسك خطير كلكم، وملي كندير هذا الماسك البنات كوم ما كيخليش نهائيا بحال ما خرجتش، بحال ما مشيت لا البحر لا لا بيسين، لا بحال ما خرجت تسخرت، اش نقول لكم واعر صافي. وغنضيفوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي، واللي ما توفرش عندها ياغورت ممكن تستغنى عليه، واذا كان عندك ضيفيه، لان الياغورت كيعطي واحد الترطيب البشره وكيفتح حتى هو البشره. ما عندكش ممكن تستغني عليه. صافي الغزالات ديالي، وغتخلطي الماسك مزيان حتى كيتخلط صافي، وكطبقي على البشره كتكون نظيفه، وكتخليه ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه. ديريه للوجه ديالك، ديريه لعنقك، لايديك، في اي منطقه عندك فيها سواد طبقي عليها هذا الماسك هذا. وبالنسبه اللي كيبقى لك من الماسك كتسديه، انا راه خلطته في هاد الزلافه ديال الزاج وعندها الغلاقه ديالتها، سديته حطيت فيه في الباب ديال الثلاجه لتحت فين ما كندخل. ممكن ديريه كل نهار، ما عندوش اضرار جانبيه نهائيا، ديريه لوجهك يوميا ما عندك مناش تخافي. كيحيد حتى الهالات السوداء، التجاعيد، كتحسي بالبشره ديالتك تجبدات. خرجتي تقداي، مشيتي لابيسين، خرجتي للبحر، خرجتي تقضي شي غرض، جيتي وجهك مشوط بالشمس، كتشوفي فيه حمر، جبدي هذا الماسك من الثلاجه غطلعيه لتحت اولا صوبيه، تكون البطاطا بارده ملي تبغي تصوبيه صافي، وطبقي على وجهك، وغتجي ترجعي تقولي الله يرحم لك الوالدين. ودابا ندوزو المكعبات ديال الثلج اللي ما كنقدرش نهائيا البنات، ضروري في فصل الصيف ما نقدرش نستغنى عليهم، خاصهم ضروري يكونوا عندي في الثلاجه. هادو من الحوايج الضروريه للبشره. غناخذوا واحد الكاس ديال الشوفان اولا الخرطال صافي، وغتضيفيه لهاد الزلافه هادي. هانتوما شوفوا الكاس اللي عبرتي به الشوفان هو ان شاء الله اللي غتعبري به المكون الثاني. وهاد الوصفه هادي راه غير بجوج المكونات فقط. وغنضيفوا عليه كاس ديال الحليب، وإلا عندك الحساسيه من الحليب اولا الحليب ما تيوافقش لك البشره ديالتك ولا شي حاجه، ضيفي في بلاصتو كاس ديال الماء صافي، وخلي الشوفان تقريبا واحد 10 دقائق. ما طيبيه ما حتى شي حاجه، غطلعيه رطاب في داك الحليب ونشرب الحليب. انا غنخليه حدايا بين ما غسلت شمويعنات هكا وقضيت الشغل ديال الكوزينه، غنرجع ليه انا غنوريكم. راه دغيا غير ديك الساعه ما كاينش حتى 5 دقائق البنات. لقيتو شرب الحليب، هانتوما شوفوا كيفاش ولا، شفتوها البنات. صافي غتاخدي واحد مولينكس وغتضيفي ليها داك الخرطال والحليب، وغطحنيهم مزيان حتى كيطحنوا، حتى كيوليو على شكل كريم. هاد المكعبات البنات ما تستغنوش عليهم نهائيا البنات في فصل الصيف. علاش؟ لانهم كيسدوا المسام، كيحيدوا الحروق ديال البشره، التهيجات. الا خرجتي للبحر ولا لابيسين وجيتي عيانه ما فيك ما تخلطي لا ماسك لا حتى شي حاجه، كتجبديهم من المجمد كتلقايهم جامدين وكتطبقيهم على البشره ديالتك. هانتوما شفتوهم عندي ما كنستغناش عليهم نهائيا البنات. بعض المرات كنكون حتى انا فيا العجز وكنجي سخفانه من الصوع، وكنجي الوجه احمر سخون محروق، كنجبدهم يا البنات. اش غنقول لكم، بحال كنت كنكذب، وكيعطيو واحد النضاره اللي غزاله للبشره نهائيا. هادو ما نقدرش نستغنى عليهم بصفه نهائيه. البشره ديالتك كتبقى واعره، كيفتحوا حتى البشره، وكتحسي بالبشره ديالتك مشدوده، وواحد الاحساس وواحد الراحه. غير قولوا لي البنات كيفاش تاثر عليكم الشمس وانتم كديروا الوصفات الطبيعيه؟ راه ما غتاثرش عليكم، غير تبعوا معايا البنات ان شاء الله، وغتشوفوا البشره ديالتكم كيفاش غتولي. هانتوما البنات شوفوا كيعطيكم واحد النضاره. انا كنوريكم من تحت الماسك، شوفي النضاره اللي كتكون. شوفي وجهي انت كنمسح بيه قدامك بالفوطه، ومازال غنمسحو بالكلينيكس، ونوريك انني ما دايره لا فاغاجو لا فوندوتان لا حتى شي حاجه. هانتوما قدامكم البنات وقدام عينيكم كنمسحو والو البنات. وهذيك النضاره راها غزاله. ودابا غنرطب وجهي بهذاك الزيت اللي كنت شاركت معكم ديال التجاعيد، غنخلي لكم في اول تعليق مثبت. وبالنسبه للبنات الترطيب راه ضروري، بالنسبه للترطيب ضروري خاصك ترطبي وجهك من الليل، ما كيخليش القشور، ما كيخليش التجاعيد مبكره، كيرطب البشره. كلكم كتسولوني على سر لمعان بشرتي. العنايه البنات، تبعي معايا اللي درتو ديريه، وشربي الماء بزاف، كيعطي ليدغاتاسيون في لوكور ديالك كامله. هادشي كله عنده دور مع الوقت، كيحمي البشره ديالتك من التجاعيد. وما فيها باس ملي ديري واحد الزيت اولا ديري واحد المرطب للبشره ديالتك، ديري واحد شويه المساج، واحد 5 دقائق للبشره ديالتك صافي وتنعسي. ومغزلات ديالي هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد، ومع السلامه وبوسه كبيره ليكم.